لم يكن الافتتاح المبهر لحفل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في ملعب البيت بالعاصمة الدوحة هو الوحيد الذي ميز العرس العالمي. فقد لفت الشاب القطري غانم المفتاح الذي ظهر مع الممثل العالمي مورغان فريمان الأنظار أيضا. ووسط أجواء حماسية ومهرجانية متألقة على أرض ملعب البيت المميز، قدم النجم العالمي والبطل القطري غانم المفتاح الذي بدأ الحفل بتلاوة آية قرآنية، لوحة فنية فريدة أبهرت العالم. وبعد ظهوره المميز في حفل الافتتاح المونديال، توالت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ألهمت قصة الشاب القطري في التجاوز الصعاب الكثيرين، واعتبروه مثالا على تحدي ظروف الإعاقة حيث ولد بنصف جسد. وتقول السيرة الذاتية للشاب غانم إنه ولد بحالة نادرة تعرف باسم متلازمة التراجع الذيلي، وهي اضطراب نادر يسبب مشكلات في النمو الجزء السفلي من الجسم.